هنعمل اكله سهله وبسيطه وفعلا ما خدتش وقت معايا خالص وكان طعمها حلو قوي. وبصوا اساسا شكلها كان عامل ازاي وفعلا جربوها طعمها تحفه وهيعجبكم قوي. يلا بينا ندخل على الوصفه. اول حاجه انا جبت 3 بطاطسات وقشرتها بالشكل ده، وطبعا بعد ما بقشر البطاطس هغسلها كويس جدا، وبعد كده جبت البطاطس وقطعتها شرايح رفيعه بالحجم ده كده بالظبط عشان يبقى سهل ان هي تستوي في الفرن. بعد بقى ما اخلص الكميه بتاعتي هجيب حله هحط فيها الزبده وشويه زيت، واول لما الاقي الزبده والزيت سخنوا كده خلاص معايا هقوم منزله معلقتين كبار دقيق واشوحهم كده مع بعض. بعد كده بقى اول ما الاقي ريحه الدقيق طلعت هنزل بقى باللبن. بنزل واحده واحده وانا بنزل لازم اقعد اقلب معايا عشان ما يكلكعش. بعد كده بقى حطيت نص معلقه فلفل اسود، مكعب مرقه، ورشه ملح، ونص معلقه بصل باودر، واقلبهم مع بعض. والقوام اللي انا عايزاه ان هو ما يبقاش تخين ولا سايل، هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا شكله عامل ازاي. هجيب بقى شويه من البشاميل واحطهم الاول، بعد كده هحط طبقه البطاطس، عايزين تحطوا معاه لحمه مفرومه تبقى حلوه قوي. وبعد كده حطيت البشاميل اللي فوق، وعايزين تحطوا جبنه برضه تبقى حلوه، بس انا بحب الصلصه بلاقي بيديها لون حلو قوي. وبعد كده هغطيها وهدخلها الفرن على درجه حراره 200. وشكلها بقى بعد ما طلع بجد كان شكلها حلو قوي وطعمها احلى. جربوها مش هتندموا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.